اقدم بلد على مستوى الشرقيه بتعمل حواوشي، غير كده ما حدش يقول غير كده. العزيه البرنج على مستوى الشرقيه في الحواوشي، وانضف حواوشي تاكله من عزيه. ولا نقول احنا اصل الحواوشي ولا احنا اصل التجاره. واتشهرت البلد على اسم الحواوشي، لكن كل واحد يطلع يقول لك اني لا. اللي يقول يقول واللي يختلف. دي وجهة نظرنا احنا. العزيزية أشهر بلد في الحواوشي البلدي على مستوى الجمهورية. تقريبا معظم البلوجرات من كل المحافظات راحوها، حتى البرامج التلفزيونية. بس اللي أنا هقوله وهتكلم عنه النهاردة مفيش حد قاله، ومهم لدرجة 100%. طبعا مفيش بلوجر هيقول لكم الكلام ده. ولما أي حد بيذكر كلمة حواوشي لازم تلاقي وراها كلمة العزيزية، علشان مشهورة بالأكلة دي في جميع أنحاء الجمهورية، وشغالين يوميا، بس يوم الأربع اليوم العالمي بالنسبة لهم، علشان الجزارين بيذبحوا في اليوم ده من قديم أجيالهم. الشارع ده كده كله جزارين، لحمة يمين ولحمة على الشمال وفي كل حتة. يعني أدي جزار وأدي جزار وأدي برضو جزار، الشارع كله جزارين زي ما أنتم شايفين. لحم صغير ولحم عجال صغيره وما بتذبحش كبير. الصلاه على النبي. وكتير مننا بيكون عاوز يروح يعمل حواوشي سواء من العزيزية أو في أي مكان، وبيقلق من جودة اللحمة ونوع الذبيحة كمان. وده أول شق في فيديو النهاردة، هعرفك إزاي تختار حتة اللحمة المظبوطة، وكمان تفرق بين أنواع الذبايح الموجودة. طبعا اللحمة في منها سن كبير وفي منها سن صغير. علشان نعرف اللحمة اللي تناسبنا نعرفها إزاي؟ الختم اللي على الذبيحة. الختم ده يا جماعة موجود منه ختمين، ختم مدور وختم مربع. نعرف بقى تفاصيل اللحمة إزاي من على الختم ده؟ بيكون مكتوب عليها ب ق يعني بقري، أو ج ألف يعني جاموسي، أو ج م يعني جملي، أو ض ألف يعني ضاني. وكمان الختم ده بيكون موجود عليه هي اللحمه مذبوحه امتى، عدد ايام الاسبوع بيبقى 7. لو لقيت يوم واحد مكتوب في الختم ده يوم واحد، يعني اللحمه دي مذبوحه يوم سبت. مكتوبه يوم 2 يعني اللحمه دي مذبوحه يوم حد. مكتوبه يوم 3 يعني اللحمه دي مذبوحه يوم 2. ده بالنسبه للاكسباير او الصلاحيه بتاعه اللحمه، يعني مذبوحه امتى. بالنسبه للختم المربع وده بيكون للذبيحه الكبيره. اما اللحم الصغير بيبقى مدور، في بقري منه وفي منه جاموسي. الختم المدور زي ما انت شايف كده، ده يعرفك ان حته اللحمه لحم صغير. كل اللحم زي ما انت شايفه ختم مدور. وزي ما انتم شايفين البلد كلها ذابحين، وكل جزار من دول له زباينه ومعروفين، وفي اللي بيجي لهم من المحافظات على الاسم والجوده اللي جربوها عده مرات. الفكره ان 3 4 قاعدين مع بعض، بنروح العزيه اكننا رايحين سفاري كده، هننزل ناكل حواوشي. بيجي لنا ناس من جميع الاتجاهات، القاهره، اسكندريه، اسماعيليه، اي مكان ما بيجي لنا العزيه. وبعد ما عرفت ازاي تختار جودة اللحمة، لازم تعرف افضل قطعية وفي الحواوشي تكون طرية، وكمان تختار نوع الفرمة سواء على المكنة او القرمة. انا دلوقتي بقى انا اقطع لك كيلو لحمه نعمله حواوشي من السن ده، انضف حته لحمه وانعم حته لحمه. حته اللحمه هي باينه شكلها ان هي لحم صغير وانضف لحمه. تدينا بقى بص دي حته تقشيطه تخلي الحواوشي دسم و100 نفرمه لك على الورش ولا على المفرمه؟ الافضل لك على الورش. الورشه افضل لان بيبقى خشن واللحمه بتبقى قطع، لحم احمر مش بيبقى قد كده. حته السمين دي هي اللي بتعمل للرغيف طعم. ومن ناحية التتبيلة في انواع خضار كتيرة، وتقدر تتحكم في ده وتطلب اللي انت عاوز تضيفه، حتى البهارات حار او بارد وبجميع النكهات. وكل حاجه زي ما انت شايف بتفرق عن الورش وعن المفرمه، اذا كان بصل او اذا كان لحم. وبعد ما تاخد اللحمه اللي انت جهزتها بتروح الفرن اللي على مزاجك وتديله اللحمه يعمل لك العدد اللي انت عاوزه. على فين؟ هنطلع على الفرن عند بسكوته نسوي احلى رغيف حواوشي. بينا على بسكوته. وكمان تقدر تقول له يحط وزن قد ايه في الرغيف. الرغيف بياخد ربع كيلو لحمه، دي المعتدل بتاعه. ويبدا يقطع لك العجين ويفرد لكل رغيف وشين علشان يحط اللحمه بين الطبقتين، ويقفل الرغيف ويجهزه للتسويه ويقلبه على الجنبين. زي ما انت ما شايف اهو، دي سنه الدهن، مفيش حرف. شايف الحرف؟ مفيش حرف خالص. الرغيف مستوى واحد. وبعد ما الحواوشي استوى وجاهز على التغليف، تقدر تختار يتلف في ورق ألمونيوم او ورق خفيف، علشان لو انت مسافر تقدر تسخنه في الميكروويف. دي سلوفان. تمام. سلوفان بس من غير ورق، بحيث لو انت عايز تسخنه في ميكروويف يقعد لتاني يوم ما يحصلش فيه اي حاجه. وعندك طبعا سعر اللف السلوفان غير سعر الورق بتاعه. ده ليه سعر ودي ليه سعر، رموز. وحتى الزبون لما هوش الرموز ال 2 جنيه احنا بنتبرع بيهم. طيب ماشي. بسكوته بيتبرع بلف السلوفان للف الورق عشان خاطر احنا جينا هنا. ولو هتاكل في البلد نفسها على اي كافيه ومحتاج جنبه مقبلات، هتلاقي موجود هناك جميع المخللات. خيارة اسباني مشرشرة، ديت ليمونة معصفرة، ده بصل بلدي بتاعنا، في زيتونة اسمها طبيعي،
اسباني، دي زيتونه اسمها تفاحي اسمر، ده المشكل الميكس بقى. الحواوشي واللحوم البلدي غالبا عاملين رواج اقتصادي كبير للبلد دي، علشان بيجي لها ناس من كل حته زي ما قلنا، وبيتعاملوا مع الجزارين والفرانين والبقالين والكافيهات حتى المواصلات. طبعا انت منورنا ابو حميد في بلدك العزيه. احنا النهارده يوم الاربع طبعا مشهور عندنا بالحواوشي، بيعمل رواج اقتصادي كبير في البلد، وعندنا اكتر من محل جزاره ومحل وفران شغالين على المنوال بتاع الحواوشي. الموضوع ده بيعمل عندنا رواج، بيعمل عندنا شغل، بيجي لنا ناس من كل حته في الجمهوريه. احنا زمان كنا بنشتغل يوم الاربع بس، دلوقتي العزيه سبت حد اتنين طول الاسبوع بنشتغل في موضوع الحواوشي. كده العزية أكبر قلعة حواوشي في جمهورية مصر العربية، ومعاها براءة اختراع من منظمة الصحة العالمية. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.